بنادق الصيد. البنادق اللي بيستخدموها عشان يصطادوا الطيور والحيوانات دايما بنسمع ان هما بيقولوا عليها انها بنادق ضغط الهواء. في تجربة في كتاب العلوم لسنة رابعة ابتدائي ممكن تفسر لنا ازاي البنادق دي بتشتغل. البالون والصاروخ. الادوات: عمودين معدن، بالونة، شاليمو، خيط طويل، شريط لزق. الخطوات: هتدخل الخيط جوه الشاليمو، تربط الخيط من الناحيتين كويس في العمودين المعدن، تنفخ البالونة، تلزق البالونة في الشاليمو كويس وسيب البالونة. المشاهدة: البالونة هتمشي بطول الخيط. التفسير: لما سيبنا البالونة فجأة الهواء المضغوط جواها خرج، فالبالونة اتحركت بطول الخيط مع الشاليمو. وهي دي نفس فكرة عمل بندقية ضغط الهواء، لأن الطلقة بتتضرب بقوة الهواء المضغوط جوه البندقية، وده على العكس تماما من الأسلحة النارية اللي الطلقة فيها بتتضرب من ضغط انفجار البارود اللي في الطلقة.